بشرى جيدة جدا للمنتخب الجزائري وسيئة للمنتخب النيجيري. لنتابع التفاصيل. تلقى مدرب المنتخب الجزائري أنباء طيبة قبل شهر من المواجهة المزدوجة ضد المنتخب النيجيري في إطار تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2024 في كوت ديفوار. وبالفعل، عاد العديد من اللاعبين المصابين مثل آدم والناس وغزال وبن ناصر. وتوفر هذه الأخبار المزيد من الخيارات لمدرب الخضر لإكمال قائمة المسابقة الخاصة بهم، كما يمكن للعديد من المديرين التنفيذيين السابقين العودة إلى الفريق الجزائري لتعويض بعض حالات الغياب. وتشكل هذه العوائد نفسا حقيقيا للمنتخب الجزائري الذي يهدف إلى التأهل لكأس إفريقيا للأمم المقبلة. مع صعود الفريق إلى الصدارة في السنوات الأخيرة، فإن التوقعات عالية، وكل فوز هو أمر حاسم للتأهل لهذه المسابقة. وتجدر الإشارة أيضا إلى أنه قد تظهر عدة وجوه جديدة في المنتخب الجزائري، وثنائيي الجنسية مثل حسام عوار وفارس شعيبي أو حتى أمين جويري، بالإضافة إلى لاعبين محليين قدموا بطولة جيدة جدا في الشان مثل حسام مريزيق.